هو ده وقتها احلى واطعم كيكه كوكيز غنيه بالشوكولاته، طعمها تحفه وريحتها جميله جدا، تديكي احساس بالسعاده والدفى، حاجه كده روعه، لازم تجربوها. كوبايه من السكر البني، ولو مش عندنا السكر البني هنجيب كوبايه سكر ابيض زي ما انا عملت كده، وضفت عليها معلقه عسل اسود كبيره وقلبتهم وسبتهم من بالليل للصبح لحد ما نشفوا مع بعض وادوني السكر البني بالشكل الجميل ده. عليهم بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. هقلب كله كده مع بعضه. هضيف كوباية نصها سمنة ونصها زبدة بدرجة حرارة الغرفة، ممكن تعمليها زبدة بس أو سمنة بس. هخفق الزبدة مع البيض والسكر، دابت الزبدة وامتزجت مع الخليط كله، ادتني قوام كريمي بالشكل ده. هنزل عليهم بكوبايتين ونص من الدقيق، رشة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج صودا، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقتين كبار من النشا، تاني معلقة. هقلب كل المكونات دي مع بعض. الكوكيز بندخل كل المكونات مع بعض من غير ما نعجن كتير. بعد ما قلبت المكونات كلها مع بعض ولميت العجينة بالشكل ده، هضيف عليها شوية شوكليت شيبس. اجيب صينية مدهونة بالسمنة او الزبدة ومرشوشة بالدقيق، بكون دهنة ايدي دهنة خفيفة من الزيت. هقسم العجينة لنصين، هفردها في الصينية بالشكل ده. بعد ما فردت نص الخليط في ارضية الصينية بالشكل ده، هجيب اي نوع شوكولاتة دوبته على حمام مائي بالشكل ده وهضيفه فيها. ممكن تضيفي اي حشوة غير الشوكولاتة زي ما تحبي. هجيب ورقة زبدة احط عليها رشة صغيرة كده من الدقيق، وهجيب باقي الخليط. هفرد الجزء التاني من الخليط بالشكل ده على قد مقاس الصينية. يعني بعد ما فردت الجزء التاني بالشكل ده، هجيب كيس بلاستيك او ورقه تانية من ورق الزبده واخد عليها الخليط، احط الوش اللي فردناه على دي بالشكل ده على الحشوه، واقفل كده. بعد ما فردت كده الجزء التاني من خليط كيكه الكوكيز وقفلته من الجناب، خطوه اختياري هضيف شويه تاني من الشوكليت شيبس على وشها. ده شكل كيكه الكوكيز بتاعتنا الجميل. بعد ما خلصناها هندخلها الفرن على درجه حراره 180 ونكون مشغلين الفرن قبل ما ندخلها. هنحطها في الرف الوسطاني لمده 35 دقيقه وهتاخدوا احلى كيكه كوكيز. لو احنا في الصيف كنا هندخلها الفريزر قبل ما نحطها في الفرن لمده ساعه وبعدين ندخلها الفرن، لكن احنا عشان الجو بارد هندخلها الفرن على طول. ده شكل كيكه الكوكيز بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. هنسيبها تبرد تماما وبعدين نقطعها. احلى واطعم كيكه كوكيز هتعمليها، طعمها وريحتها تحفه، لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. كيكه غنيه بالشوكولاته، تديكي احساس بالسعاده والدفء.